آخر يوم زينب على فراش الموت بس تبكي وعلى السجاد يسمعها. قال لها دخيلك عمه لا تبكي. قعد يمرسها ويمسح مدامعها. عمه شلوجك؟ قالت له شف عباس انقطع والقلب كل بتوته قطعها. بعد وشلوجك؟ قالت له صدر حسين كنت اخفى على صدره ونبضته اسمعها. اختنقت بالبكي اختنقت بالبكي واصبح اشاره الصوت. قال لها وبعد اشرت باصبعها يا عم الخمصر مقاود رقيه سنين كنت يومي اشوفه بين اصابعها. وشهقت بالبكي شهقت بالبكي وقالت له يا السجاد هاي الاسئله لعمتك توجعها. مرات شلونك على الغريبه تصير مثل الذكرى اللي تهيج مواجعها. شلونك يعني هي شلونها البشار؟ يعني شلون خادم؟ والله ما عندي وقت يا بعد اخوك. خليك شوف هذا. حياكم زينب. خلينا نقرا باسترسال واحنا جايين لخدمتكم. حياكم زينب وقتنا قليل الله يبارك فيك. شرف الي هذا طلبكم بالإعادة بس نستغفر الدموع الله يبارك فيكم. اخر يوم زينب على فراش الموت بس تبكي وعلى السجاد يسمعها. قال لها دخيلك قال يا تبكي. قعد يمرسها يمسح مدامعها. يا عم شلوجك؟ قالت له شف عباس انقطع والقلب كل بتوته قطع. بعد وشلوجك؟ قالت له صدر حسين كنت اخفى على صدره ونبضته اسمعها. اختنقت بالبكي واصبح اشاره الصوت. قال لها وبعد اشرت باصبعها يا عم الخمصر مقاود رقيه سنين كنت يومي اشوفك بين اصابعها. شهقت بالبكي وقالت له يا السجاد هاي الاسئله لعمتك توجعها. مرات بشلونك على الغريبه تصير مثل الذكرى اللي تهيج مواجعها. شلونك يعني هي شلونها البشار؟ يعني شلونها الكافلها ضيعها؟ يا عمان ارتسئلك وانا اريد ارتاح وهاي الاسئله على الناس وزعها قبل لا روح تطلع. قلبي راح يموت وقد حسوا على قلبه وكون طلعها. ارد اسال يا عم العمره ال50 تركض بين خيل وزلم تدفعها. يا عمار اسمع زينب تنهضم والعقل فوق الروس. شابعت العقل يا بتتفرح على دشت المغتسل شحت عليها بماي غسالة الموتى 100 مرة. هاي
هاي الشام يا رايد تعرف الشام، رايد تعرف الشام، روح التم بزلمة الغيرة نازع. الغربة كانت حتى وقت الموت. نعم هاي المصيبة وهذا واقع. زينب على فراش الموت صاحت صوت يا عباس، وتمنتك تسمعها. بحضن حسين كانت أمنيتها تموت وجنازتها بجفوفك تشيع.